أنا سقراط الفيلسوف اليوناني الشهير، أرى أن الديمقراطية قد تكون غير مثالية كنظام حكم، لأنها قد تتيح للجماهير اتخاذ القرارات بناء على العواطف وليس على المعرفة الحقيقية. على سبيل المثال، عندما يصوت الناس بناء على الانتماءات العرقية أو الدينية دون النظر إلى الحقائق والبيانات، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الديمقراطية إلى تحكم الأقلية على الأغلبية، حيث يمكن للأقليات المتطرفة أو الأثرياء استغلال النظام الديمقراطي لتحقيق مصالحها الخاصة. على سبيل المثال، في بعض البلدان يمكن للمصلحة الخاصة التأثير في صنع القرارات السياسية من خلال تمويل الحملات الانتخابية. وأخيرا، قد تفتقر الديمقراطية إلى الحكمة والصواب في بعض القرارات، حيث قد يتم اتخاذ القرارات الخاطئة نتيجة لتأثير الضغوط الشعبوية أو الرغبة في الرد السريع على الأحداث. على سبيل المثال، قد يتم اتخاذ قرارات سريعة في الأوقات العصيبة دون مراعاة الآثار الطويلة الأجل لهذه القرارات. بناء على ذلك، يجب أن يكون الحكم مبنيا على الحكمة والعدالة والمعرفة، وليس فقط على الرغبات الشعبية، لضمان صواب القرارات واستقرار النظام السياسي.